إن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. والصلاة هي أحد أعمدة الإسلام الخمسة، فعلينا المحافظة عليها. ولكن هناك بعض الصلوات ثقيلة على الناس مثل صلاة الفجر، مع أن لصلاة الفجر خاصة فضل كبير من الله تعالى تتميز بها عن بقية الصلوات. والله تعالى جعل للإنسان الذي ينام عن الصلاة عقابا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص ما رآه ليلة الإسراء والمعراج فيقول: وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه أي يكسره، فيتدهده الحجر هاهنا أي يتدحرج، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا. وعندما سأل رسول الله عن سبب ذلك قال لهم: إن هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يا الله، إنه عقاب شديد لمن ينام عن الصلاة. فعليك أن تعلم أخي المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ركعتي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذه سنة الفجر، فما بالكم بالفريضة نفسها وهي صلاة الفجر. فعليك أخي المسلم أن تحرص على صلاة الفجر ولا تتكاسل وتنام، فتأتي بالمنبه وتجعله على وقت صلاة الفجر وتضعه بجانبك، وتنوي من قلبك القيام للصلاة، ثم تكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي. فقد كان النبي يكثر من هذا الدعاء. وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل نومك، وعندما تسمع المنبه والأذان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوم على الفور للصلاة. وكلما يمر يوم بعد يوم وأنت تصلي الفجر ستجد الأمر سهلا وميسرا.